كلمات قالتها رقيقة بنت نوفل لما رأت نور النبي صلى الله عليه وسلم في وجه عبد الله بن عبد المطلب، عرضت عليه نفسها للزواج وتعطيه 100 ناقة، ولكن والده عبد المطلب ذهب به إلى وهب بن نوفل وزوجه من آمنة، ودخل عبد الله بآمنة فحملت آمنة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فانتقل النور إليها من عبد الله بن عبد المطلب إلى آمنة بنت وهب. وبعد أن ارتحل النور إلى بطن آمنة، التقى عبد الله والد المصطفى برقيقة بنت نوفل وقال لها: أما تعرضين علي ما كنت تعرضين علي بالأمس؟ لكن النور قد انتقل. فقالت له: لا، لقد انطفأ النور والتقى النور إلى آمنة بنت وهب. وأنشدت تقول له: عليك بآل زهرة حيث كانوا، وآمنة التي حملت غلاما، ترى المهدي حين نزى عليها ونورا قد تقدمه إماما، وكل الخلق يرجوه جميعا، يسود الناس مهتديا إماما، براه الله من نور صفاه، فأذهب نوره عنا الظلام، وذلك صنع ربك إذ حباه، إذا ما صار يوما أو أقاما، فيهدي أهل مكة بعد كفر، ويفرض بعد ذلكم الصيام.